الحكاية ممارسة الرياضة أثناء الصيام. أهلا بيكم في برنامج فار على الفطار. هنصحح كل المفاهيم خلال شهر رمضان الكريم. البرنامج ببساطة بيتكلم عن عادات صحية ورياضية أو غذائية خاطئة، ده بخلاف أخبار وإشاعات رياضية. دورنا إننا نصحح كل المفاهيم دي خلال شهر رمضان الكريم. ضيف الحلقة النهاردة أستاذ أشرف محمود. قضية كل موسم الرياضة والصيام، نصوم ما نصومش، نلعب مباراة ونبقى عندنا الرخصة نفطر، ولا ايه الموضوع بالظبط؟ في لعيبة كتير بترفض تفطر، وفي لعيبة كتير بتصر على الصيام رغم تهديد المدربين خصوصا الأجانب اللي ما بيقدروش قيمة الصيام، وطبعا التزام الناس بيه باعتباره أحد يعني الشعائر الإسلامية الأساسية في الدين الإسلامي. طب ايه المشكلة؟ نعمل ايه؟ كل سنة بنعيد نفس السؤال وتتكرر الكرة مرة ثم مرة. في ناس طلعت قالت لا، ممكن تبقى بتلعب رياضة وممكن تبقى تتكلم بصحة جيدة وانت بتنافس، زي كواي تاي دي خبيرة تغذية عالمية، حطت 5 حاجات ممكن حضرتك تمارس بيهم الرياضة وانت صايم، مفيش اي مشكلة. بس فضلت ان الكلام ده يكون فيما قبل الافطار، يعني ما تجيش وانت الصبح او الظهر تبذل مجهود كبير جدا وطاقة كبيرة جدا، الجسم محتاج مخزون المية اللي موجود، تروح انت مبدده في اول مثلا 3-4 ساعات من الصيام وتقضي بقيه اليوم وانت عطشان قوي او تعبان قوي، ده يعمل خلل في الكلى وبيعمل ده. فقالت ال5 حاجات: ممكن حضرتك تلعب سباحه، ممكن حضرتك تلعب دراجات، يعني تقود الدراجه بتاعتك في محيط مده 40 دقيقه 45 دقيقه، برضو دي بتعمل تجديد للدوره الدمويه وتنشيط. ممكن حضرتك تعمل جري خفيف لمده لا تزيد عن نصف ساعه، يعني 30 دقيقه جري خفيف، الجري التروت ده مش جري سباقات، او تعمل مشي حوالي 40 دقيقه او نص ساعه برضو، دي كلها. او اليوجا، اللعبه الجميله البسيطه اللي هي اللعبه الروحيه، اللعبه الرياضيه، ممكن تقعد كده وتعمل العضلات بتاعتك والاجواء بتاعتك وتعمل نوع من انواع الليونه لجسمك وعضلاتك، كل دي مقبول بيها، وخصوصا فيما قبل الافطار مباشره عشان نتجنب القصه دي كلها. في عالم ايضا اسمه بلاتيس عمل نظريه اسمها نظريه بلاتيس وتدريبات بلاتيس، هي دي اعتقد برضو بتبقى فرصه طيبه لكل واحد صايم عايز يمارس رياضه في رمضان، ممكن يعمل التدريبات بلاتيس. وكل سنه وانتم طيبين، وبس خلاص حكايتنا خلصت، كل سنه وانتم طيبين.